لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. أول تعليق من فراس البريقين بعد تبرعه في قضية الفتح. سعودي 360 وجه فراس البريقان مهاجم الأهلي رسالة نارية بعدما كسب صراعه القانوني ضد النادي الأسبق الفتح بصدور حكم لصالحه من قبل مركز التحكيم الرياضي السعودي. وكان نادي الفتح قد طلب بالتحقيق في مصدر الأموال التي سددها فراس البريقان لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده من أجل الانتقال إلى الأهلي في صيف عام 2023. ورفضت لجنة الاعتراف في الدوري السعودي احتجاج الفتح معتبرا أن إجراءات انتقال البريقان إلى الأهلي سليمة ولا يشوهها أي مخالفة. ثم بعد ذلك لجأ النادي النموذجي للمركز التحكيم الرياضي، وقرر مركز التحكيم الرياضي تأييد قرار لجنة الاعتراف ورفض الشكوى المقدمة من نادي الفتح اعتراضا على إجراءات الانتقال البريقان إلى الأهلي. قال البريقان عبر حسابه الرسمي موقع التواصل الاجتماعي إكس: أتوجه بالشكر لفريق الدفاع بقيادة المحامي عبد الله سليمان على ما قدموه من جهود كبيرة. وتابع مهاجم أهل جدة: كما إنني ولله الحمد لم أشعر بأي ضغط خلال سير القضية بفضل دعم عائلتي وثقتي وباحترافية إدارة أعمالي، وكنت على يقين بأن إجراءات الانتقال تمت بشكل سليم ومتوافقة مع الأنظمة. وواصل البريقان: كما أؤكد أن قراري بالانتقال إلى الأهلي كان ولا يزال القرار الأفضل في مسيرتي الكروية، وأشكر جماهير النادي على دعمهم المتواصل، والله يجعلني عند حسن ظنهم.